السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مستر مصطفى سمير Teacher of English in a Language School، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة جديدة، هي سلسلة إزاي أقرأ إنجليزي بسرعة. How to read fast. طبعا ناس كتيرة بتقعد تسأل كده، هو أنا ممكن أقرأ بسرعة وأقرأ كده كأني مثلا نيتيف، مثلا يعني شخص أجنبي أو صاحب لغة، أو إن أنا اتولدت مثلا في مكان بيتكلم اللغة دي من أهل اللغة؟ ممكن طبعا. في السلسله ان شاء الله، في السلسله ان انا ان شاء الله هنبتدي بيها وهنشتغل عليها، هي هتخلينا ان شاء الله في المرحله المتقدمه في اخر الكورس ان شاء الله، في اخر السلسله، ان انا هقرا بسرعه بشكل سريع والشكل مظبوط ان شاء الله، وهنعرف ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله. ولكن ما تنساش حضرتك اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لو في اي حاجه، علشان خاطر نقدر نظبط اللغه بالنسبه لنا ان شاء الله، عشان ان شاء الله في نهايه السلسله ان شاء الله هنقدر ان احنا نقرا بالشكل ده. Today is Nancy's birthday party. All her friends come to the party and give her birthday presents. The chocolate birthday cake has 5 candles on it. Nancy and her friends play party games. All her friends go with colored balloons. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الدرس السابع في سلسلة How to read fast، إزاي تقرأ بسرعة. طبعا احنا زي ما احنا متعودين في ان الفيديوهات بتاعتنا في السلسلة ديت بتكون منقسمة، الفيديو كل فيديو مقسوم ل3 أجزاء. الجزء الأول ان انا بقرأ القطعة نفسها وبترجمها ونعرفها كويس. الجزء الثاني ان احنا بنشوف الأسئلة ونحلها. والجزء الأخير واللي احنا مستنيينه ازاي ان احنا نقرأ بسرعة زي الناس النيتيف. شوف الجزء الأولاني. Read the passage and answer the questions. طبعا احنا اتكلمنا read الإي والأي، E passage A-G-E age passage answer W silent questions T-I-O-N شن. يلا نشوف مع بعض القطعة. Today is Nancy's birthday. نانسيز، هنا السي بعدها واي فمنطقها س. نانسيز birthday party. birthday party. all her friends، طبعا احنا متعودين ان الاي بعدها ال بنطقها او. all her friends come to the party and give her birthday الاي بنطقها لو نفتكرها birthday بس نخففها شويه. birthday presents، الاس هنا ننطقها ز presents. the chocolate birthday cake. طبعا خدنا نقطة حرف الاي هنطقه a cake عشان هنا في عندي الاي اللي هي الحرف الماجيك اي وده كونسونانت، فلازم اقرا حرف الاي A. cake has 5 candles. مفيش هنا حروف متحركه ما بين الحروف دي الساكنه، فبقول candles on it. Nancy and her friends دي كده نحاول ما ننطقهاش. friends play party game. طبعا كلمة game قرأناها قبل كده في موضوع reading. games. all her friends go with، لازم اطلع لساني هنا في TH with colored balloons. خلي بالنا هنا كلمة colored بتتكتب مرة بالاو يو ومرة بالاو. طبعا هي الاو يو دي بالبريتش والاو بس دي بالامريكان. خش كده على الجزء الثاني في الفيديو او الجزء الثاني في الخاص بالترجمة. Today is Nancy's birthday party، يعني النهاردة هو يوم ميلاد او حفلة عيد ميلاد نانسي. all her friends، كل اصحابها her friends come to the party، ذهبوا او جاءوا الى الحفلة. and give her، وادوها، اعطوها. give يعني يعطي، يعطي مين؟ يعطوها هي
birthday presents هدايا عيد الميلاد. the chocolate birthday cake كيكة البيرثداي كيك أو تورتة البيرثداي عيد الميلاد شوكولاتة. اوكي the chocolate birthday cake التورتة بتاعت عيد الميلاد اللي هي الشوكولاتة has 5 candles on it فيها أو عندها 5 شمعات. candles يعني شمعة. on it عليها. Nancy and her friends نانسي وأصحابها play party games بيلعبهم لعب الحفلة. all her friends كل أصحابها كل أصحابها go with colored balloons مشيهم ببالونات ملونة. ده طبعا كان الجزء الأول في إن احنا نقرأ ونترجم. ندخل على الجزء الثاني في الفيديو النهاردة هو إن احنا نحل الأسئلة. السؤال الأول answer the following questions أجب على الأسئلة التالية. number 1 how many كم عدد. كم many عدد كم عدد. طبعا عشان خاطر احنا بنقول how many كم عدد علشان خاطر الكلمة اللي بعدها جاء تتعد فهو many معناها كم عدد. candles الشمع are there on the cake كم عدد الشمع اللي موجود في الكيك على الكيك اهو عندنا الإجابة has 5 candles on it. طبعا عشان نجاوب بقول there are معناها يوجد. there are خدتها منين؟ من السؤال نفسه. كم عدد الشمع اللي موجود على الكيك فبقول او على التورته فبقول يوجد there are 5 candles يوجد 5 شمعات. السؤال الثاني have Nancy's friends got balloons هل نانسي اصحاب نانسي كان معاهم بالون اللي هي البلالين يعني. طبعا yes they have طبعا كان معاهم. السؤال الثاني fill in the spaces ان احنا بناخد الكلمة ونحطها في الجملة. الكلمات اللي عندنا طبعا presents هدايا games العاب party حفلة chocolate شوكولاتة birthday عيد الميلاد. number 1 it's Nancy's not طبعا لازم اقرأ كله عشان اقدر اشوف. number 2 her birthday cake is made of. number 3 they play party. number 4 her friends come to the. number 5 they give her birthday note. شوف اول واحدة it's Nancy's what it's Nancy's birthday حفل عيد ميلاد نانسي. number 2 her birthday cake is made of مصنوع منين؟ طبعا من chocolate. number 3 they play party طبعا لعبهم ايه؟ party games العاب الحفلة. number 4 her friends come to the اصحابها جم لايه؟ party طبعا جم الحفلة. the last one اخر واحدة they give her birthday ادوها او بيدوها her birthday طبعا presents هدايا عيد الميلاد. شوف الجزء اللي بعده السؤال اللي بعده put true or false يعني شوف هي الجملة دي صح ولا غلط. true يعني صح false يعني غلط. number 1 today is Ahmed's birthday النهاردة هو عيد ميلاد أحمد. طبعا الإجابة false مش أحمد ده كان نانسي. number 2 there are 5 candles on the cake كان في 5 candles on the cake أيوة طبعا true. number 3 Nancy's friends go home with presents هم روحوا من البيت بالبريزنتس طبعا هم روحوا البيت بايه؟ بالبالونز فطبعا الجمله دي تبقى غلط. نتنقل للجزء اللي احنا مستنيينه. وصلنا طبعا للجزء الاخير في الفيديو ازاي ان احنا نقرا بسرعه كنيتيف او زي ان احنا ناس اجانب. today مش هقول today لا today is طبعا هنا is في الغالب بنضغمها مع today today is Nancy's birthday party. party طبعا التي هننطقها خفيفة شوية party نقول كده الجملة تاني today is Nancy's birthday party تمام. الجملة التانية all her friends come to the party and give her birthday presents. هنا all دي بالبريتش لو انا عايز اقولها بالامريكان اقول all her friends هتبقى all her friends يعني تبقى خفيفة شوية all her friends come to the party
and give her birthday presents and give her birthday presents. حاول انت دايما ان احنا نكرر الكلمات مع بعضها ونقولها بسرعة علشان لساني يعني يقرأ الكلمات ورا بعضها بسرعة. the chocolate birthday cake the chocolate birthday cake. تاني the chocolate birthday cake. طبعا انا باخد نفسي فيهم عشان عايز ان انا لساني يتعود ان اقرأ بسرعة شوية. has 5 candles on it has 5 candles on it on it on it. مش هقول on it، مش هعمل هنا pause يعني ان انا اقف، لا on it. خلي كده في smooth يعني في نعومة شوية في القراءة. on it. Nancy and her friends Nancy and her friends. خلي بالنا ان دي silent. Nancy and her friends. نانسي واصحابها. play party games play party games. خلي بالنا ان لازم ال P ادوس عليها. play party games. Nancy and her friends play party games. all her friends. خلي بالنا كمان في الانتونيشن اللي هو ان انا ازاي بطلع في الصوت وانزل في رتم الصوت. ده معناه ان انا بعلي صوت مثلا بعمل حاجه اسمها ان انا بعمل مثلا كانه سؤال، ولما الجمله نفسها مثلا بقول تعجب، فرتم الصوت او علو الصوت وانخفاضه بيدل ان انا بقول سؤال او بقول جمله عاديه. all her friends go with colored balloons. all her friends go with colored balloons. go with colored balloons. هتلاقي ان انت برضو ان حضرتك دلوقتي لما تيجي تقرا هتلاقي ان في حروف معينه مثلا ما بتقراهاش، فمع الريتم السريع هنعرف ان الحاجات دي ما بتتقراش. فاحنا بس متعودين، احنا عايزين نتعود ان احنا نقرا بسرعه وما نخافش ونقرا قراءه سلسه علشان نعرف نقرا صحيح. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.